السلام عليكم. البودكاست النهاردة بعنوان حبي نفسك أولا. عاوزاكي تجيبي ورقة وقلم وتجيبي مشروبك المفضل وتقعدي معايا وتسمعي الحلقة للآخر عشان مهمة جدا. طيب، قبل ما أبدأ الحلقة خلوني أسأل سؤال: هل حب النفس ضرورة؟ هل ضروري ان انا اكون بحب نفسي وامضي كده في الحياة انسانة بتحب نفسها وبتعمل اللي بيريحها وبتعمل اللي بتحبه، ولا لا مش ضروري؟ عادي، في ناس كتير مضت حياتها وعاشت حياتها وتوفاهم الله وهم ما بيحبوش نفسهم. فهل ضروري ان انا اكون بحب نفسي وامضي كده في الحياة بحب نفسي، ولا مش ضروري؟ وهل حلقة النهاردة مهمة والموضوع النهاردة مهم ان انا اتكلم عنه ولا لا؟ طيب، خلونا نجاوب على أول سؤال: هل ضروري إن أنا أكون بحب نفسي؟ الجواب نعم، ضروري جدا جدا إن تكون بتحب نفسك. ضروري جدا الموضوع ده تبحثي عنه وتشوفي الناس اللي بتحب نفسها دي بتعامل نفسها ازاي وبتتصف بصفات ايه وبتمشي حياتها ازاي. ضروري جدا تعرفي الكلام ده وتقرأي عنه وتهتمي قوي بالموضوع ده. وضروري جدا تحب نفسك. طيب، هحب نفسي ازاي؟ ده الموضوع اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده. طيب، قبل ما نجاوب على سؤال ازاي تحبي نفسك او ازاي تتعاملي مع نفسك، تعالوا بينا نعرف ايه فايدة حب النفس اصلا. يعني ايه فايدة ان انا احب نفسي وامضي في الحياة كده بحب نفسي بقى وايه الفرق بيني وبين اللي ما بحبش نفسه؟ طيب، هقولك الفوائد. اول حاجة اللي هتعود عليكي لما تحبي نفسك وتعمليها بطريقة كويسة وتعمليها بحب: اول حاجة انك هتكوني انت الانسانة الوحيدة المتحكمة في قراراتها ومتحكمة في حياتها بعد ربنا سبحانه وتعالى. بعد ما ربنا يدبر لك امرك، انت هتكوني الانسانة الوحيدة المتحكمة في حياتها. بمعنى انك تختاري مين تكون صاحبتك ومين لا. ما دخلش حياتي من هب ودب وفي الاخر الاقي صاحبتي دي اتكلمت عليا مع صاحبتي التانية وتعمل لي حوارات. لا، اختار من البداية الصحبة الكويسة اللي فعلا اخلاقها كويسة وعشرتها كويسة وتكون امينة واقدر امنها على بيتي، فما اظنش ان هي ممكن تسرق حاجة من اوضتي لما تيجي مثلا تزورني. فمهم جدا حتة اني انا اختار صاحبتي. كمان لما تيجي تختاري شريك حياتك، هل الشخص ده كويس؟ هل الشخص ده شبهي؟ هل الشخص ده متفهم؟ هل الشخص ده يقدر يفهمني ببساطة ولا ان انا هعاني معاه؟ فتبدأي تختاري شريك حياتك او الشخص ده اللي انت تدخلي معاه علاقة بناء على اساس معايير مهمة جدا بالنسبة لك انت حطها اولوية ومستحيل تفرطي فيها، على عكس واحدة ما تحبش نفسها ممكن تفرط عادي بسهولة. وده واضح في ان في بنات كتير بتدخل العلاقات تلاقي مثلا شريك حياتها مثلا بيشتمها، ممكن يضربها، ممكن يقلوا ادبه عليها، فتلاقيها برضو مكملة في العلاقة. فانت تحسي ايه ده؟ انت مش عندك كرامة؟ انت ما بتحسيش؟ ازاي بيشتمك وانت ساكتة؟ ازاي مثلا بيضربك؟ ازاي يمد ايده عليكي؟ ازاي يقولك او يهينك او يقلل من كرامتك او يذلك؟ شفت انت اتعصبت ازاي؟ ليه؟ علشان هي ما بتحبش نفسها. علشان هي لو بتحب نفسها ما كانتش قعدت معاها واحد بيذلها بيهنها بيشتمها بيضربها بيقل ادبه عليها، بيقلل من كرامتها. فهي لو تحب نفسها مش هتسمح لاي واحد ان يقلل من قدرها او يقلل من قيمتها او يكلمها بطريقه ما تعجبهاش. ليه؟ علشان نفسها غالية عليها. علشان بتحس ان لما حد يعمل لها كده او يشتمها او يهينها بتحس بقهرة، بتحس بزعلة، بتحس ان هي موجوعة من جوه. ليه؟ لان نفسها غالية قوي عليها. فما تحبش ابدا حد انه يهينها او حد انه يقلل من كرامتها. فنفسك لما تكون غالية عليكي، لما تكون نفسك غالية عليكي، شوفي لما حد يكون غالي عليكي ما تحبيش ابدا حد يجي عليه او يضربه او يهينه. بتلاقيكي تتضايقي جدا او تغضبي جدا. فما بالك انتي او نفسك دي اغلى حاجة عندك. فالمفروض ما تسمحيش لاي حد مهما كان ان يقلل منك انتي او يقلل من قدرك انتي. وعلشان ما تسمحيش لاي حد لازم تكوني بتحبي نفسك. لو ما بتحبيش نفسك ونفسك غالية عليكي هتسمحي لمن هب ودب انه يشتمك ويذلك ويهينك ويقلل من كرامتك. وبالتالي مش بس هتخسري حتة انك عندك حب النفس بس، لا، هتخسري حتة انك ما عندكش كرامة. كمان انسانة ما بتحترمش نفسها ما بتقدرش نفسها. انت مش بس هتخسري حتة حب النفس، انت هتخسري كمان حتة انك ما عندكش كرامة وما عندكش احترام لنفسك وما عندكش تقدير لنفسك.
وبالتالي لكل فعل رد فعل. هتلاقي الناس ما بتحترمكيش، وهتلاقي الناس ما بتقدركيش عشان ما بتقدريش نفسك، هتلاقي الناس ما بتحبكيش عشان ما بتحبيش نفسك. فلكل فعل رد فعل. فانتي لما تدي لنفسك الحب هتلاقي الحب من الناس. لو بتحترمي نفسك وبتحترمي الناس هتلاقي الناس بتحترمك وهيعود عليكي ده. فالمفروض ان احنا نعمل ايه؟ نحب نفسنا. تاني حاجة، انك لو ما بتحبيش نفسك هتظلمي نفسك. بمعنى ايه؟ بمعنى اننا لو اتخيلنا طائر قدامنا دلوقتي، والطائر ده جاب بالمقص وقص جناحيه الاتنين، انت هتقولي ايه؟ يا لهوي، هو ازاي كده هينتقل زي باقي الطيور من مكان لمكان تاني؟ هو ازاي هيهاجر؟ هو ازاي هيبحث عن الغذاء؟ هو ازاي اصلا خلاص مش هيقدر يعيش؟ هو كده هيعتمد على غيره في انه يلبيله احتياجه من الغذاء، وبالتالي خلاص هو هنا نهى حياته بنفسه. ده نفس اللي انت بتعمليه مع نفسك. ايوه زي ما سمعتي كده بالظبط، ده نفس اللي انت بتعمليه في نفسك بالظبط. ربنا يفضل يبعتلك الهامات كتير وافكار كتير وفرص كتير تستغليها، وانت تفضلي تضعفي في نفسك. نفسك تقولك انا نفسي احقق الهدف الفلاني، نفسي اوصل للمكانة الفلانية، نفسي ابقى شكلي الشكل الفلاني، نفسي اروح المكان كذا كذا، نفسي اعمل كذا كذا، نفسي اغير من حياتي، وانت تفضلي تضعفيها بكلامك السلبي وتقولي لها لا انت مش هتقدري، لا انت مش هتعرفي، لا بلاش، لا لا، وتفضلي خايفة وتفضلي مكانك وتفضلي تدوري في نفس الدايرة اللي انت فيها. فتتفاجئي في الاخر ان نفسك ضعفت منك على الاخر، فتقولي لها ما تيجي نوصل للمكانة الفلانية، فنفسك تقلب ضدك وتقولك لا نوصل فين، انا ضعيفة، لا 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 انا مش قادرة، مش ده الكلام اللي انت كنت بتقوله لي، انت مش هتقدري، انت مش هتعرفي، انت مش هتحققي. انا فعلا مش هقدر احقق، انا دلوقتي ضعفت. انت فضلت تكبتيني وفضلت تقيدي حركتي وفضلت تقولي لي مش هتعرفي، لعندي فعلا لما ما بقيتش اعرف اعمل حاجة، ما بقيتش اوصل للمكان اللي انت عاوزاها، ما بقيتش احقق الهدف الفلاني اللي انت عاوزاه، ما بقيتش اقدر ان انا اعمل حاجة لاني ضعفت. والسؤال هنا، هل ربنا ظلمك ولا انت اللي ظلمت نفسك؟ لا، نقول الحق، انت اللي ظلمت نفسك، وما ظلمهم الله لكن كان انفسهم يظلمون. ربنا رزقك زي ما بيرزق غيرك بالظبط، زي ما بيرزق غيرك افكار والهامات ورسائل وكل ده رزق. فبالتالي لما غيرك يستقبلها بقى بطريقه ايجابيه وبتفكير ايجابي، ويبدا ان هو يسعى في الارض ويبدا ان هو يحقق لنفسه حاجات كتير، فهو ده الشخص اللي قدر النعمه، هو ده الشخص اللي شكر النعمه. اما انت لما اخدت الافكار كلها والالهامات كلها ورميتيها في الزباله، انت هنا ما شكرتش ربنا، ما شكرتش ربنا على الرسائل اللي بعتها لك، ما شكرتش ربنا على الابداعات والافكار والحاجات اللي جت في مخك فجاه، والالهامات الخير اللي جاي من عند ربنا، ورميتيها في الزباله. فهنا ما اديتيش شكر ربنا، وبالتالي برضو ظلمتي نفسك، انك ضعفتي نفسك وقلتي لها لا انت مش هتقدري، لا انت مش هتعملي. فبالتالي في ناس وصلت لان الناس دي خدت الافكار اللي من عند ربنا ونمتها وفضلت تسعى وراء الفكره دي، وانت ما عملتيش كده. فالناس دي وصلت وانت ما وصلتيش. فربنا رزقك زي ما بيرزق غيرك بالظبط، بس الفرق ان الناس دي شكرت ربنا على الافكار اللي جات لها وسعت وراء اهدافها وحققتها، وانت لا، انت ضعفتي من نفسك وقللتي من نفسك، وبالتالي رميت الافكار دي في الزباله وما شكرتيش ربنا، وده الحل اللي انت وصلتيه. فمين اللي ظلم مين؟ انت اللي ظلمتي نفسك، وبالتالي نفسك اتقلبت ضدك وقالت لك لا انت خلاص مش هتعرفي، لا انت مش هتوصلي، لا خلاص انا ضعيفه دلوقتي، انت بتكلميني بعدين، ما انت فضلت تضعفيني لما ضعفت، وجايه تقولي لي دلوقتي عايزه ابقى زي ريم ولا منى ولا اسماء ولا لا خلاص. فهنا انت لما تحبي نفسك هتبداي انك لا انا عاوزه اشوف نفسي محققه اللي بتمناه، لا انا عاوزه اشوف قيمتي كويسه قدام نفسي وقدام الناس، لا انا عاوزه يبقى تقديري لنفسي عالي، عايزه استحقاقيتي تبقى عاليه. فتبداي ان انت تعملي على ده. ليه؟ عشان انت بتحبي نفسك، عاوزه تظهري نفسك، عاوزه تحققي لنفسك اللي بتتمناه، عاوزه تقوي نفسك، عاوزه ترحمي نفسك من حاجات كتير ممكن تاذيكي او حاجات كتير وحشه. فبتبداي ان انت تعملي على ده، تبداي ان انت تفكري بطريقه ايجابيه، تبداي ان انت ما تعيشيش دور الضحيه. وهنيجي بقى للنقطه الثالثه اللي هي دور الضحيه، انك تفضلي تعيشي مثلا دور الضحيه
وتستعطفي الناس وتحبي تعيشي على استعطاف الناس حواليكي، يفضلوا يقولوا معلش انتي مثلا غلبانة، انتي تعبانة، انتي ابصر مالك، انتي كذا كذا كذا، تحبي جدا الناس تستعطفك ويتبوسوا على راسك، ومعلش انت اللي مفيش منك، وانت اللي الناس كلها جايه عليكي، وانت اللي اتدمرتي. تمام. وتحبي بقى الهالة دي، وتعيشي في الهالة دي، وتعيشي مستضعفة في الارض، وتعيشي دايما بتستعطفي الناس، ودايما عاوزة استعطافهم، ودايما فتبدأي ان انت فالانسان اللي بيحب نفسه ما يحبش ابدا حد يشوفه ضعيف، ما يحبش ابدا ياخد استعطاف من حد، ما يحبش ابدا الناس تنظره نظرة شفقة، يحب دايما يشكي همه لربنا، دايما يرمي حموله على ربنا، ويتحمل مسؤولية نفسه وحياته كلها، وما ينتظرش الناس تقوله معلش، ما ينتظرش الناس تمدحه، ما ينتظرش الناس تذمه، لانه عارف ان الممدوح من مدحه الله عز وجل، والمذموم من ذمه الله عز وجل. فما يفضلش دايما عاوز بس استعطاف من حد او مدح من حد. النقطة اللي بعد كده، لما تحبي نفسك شخصيتك هتبقى قوية، تقدري تقولي الحق، ما تخبيش الحق، تقدري ان انتي ما تزغيش عن الحق، تقدري ان انتي تقولي الحق وبعين قوية، وما تخافيش من حد، لانك واثقة من نفسك وحابة نفسك وحابة اللي انتي بتقوليه. الحاجة اللي بعد كده، لما تحبي نفسك هتدخلي الجنة. ايوه، لما تحبي نفسك مش هتظلمي نفسك، مش هتقعي في فئة الظالمين اللي ربنا غضب عليهم، فبالتالي هتدخلي الجنة ان شاء الله. لما تحبي نفسك هتحبي انك تعبدي ربنا، هتحبي ربنا، هتحبي انك تطيعيه، هتحبي انك توصلي له، هتحبي اصلا انك تدخلي الجنة، هتحبي ان جسدك ده ما يمسوش نار، هترجي دايما رحمة ربنا، دايما هتتوبي، دايما هتقولي لنفسك لا انا مش لا انا هتوب. ده طبعا بأمر من ربنا الاول، لان وما تشاءون الا ان يشاء الله، فربنا هو اللي بيشيء الاول، بس انتي دايما بيكون برضو عندك الاختيار، لانك انتي الانسان دايما مخير، يا اما يختار الحق ويتبعه، واما يختار الباطل ويتبعه. فدايما الانسان مخير، ودايما برضو بيشوف وبيعقل الامور، ولكن إشاءة ربنا بتكون قبل إشاءة الإنسان. ونيجي للسؤال الأهم واللي كلنا مستنيينه، إزاي أحب نفسي؟ أول حاجة لازم نعرفها إن حب النفس ده نتيجة لحاجات كتير أنا بعملها، كأن حب النفس ده جايزة أنا بحصل عليها لما أعمل كذا حاجة. طيب إيه الحاجات اللي المفروض أعملها علشان أحب نفسي؟ ما ينفعش أكون بحب نفسي وأنا ما بحترمش نفسي، لاني ما بحترمش نفسي يعني الناس مش هتحترمني، فبالتالي هيحصل هنا تقليل من نفسي ومن قدر نفسي. ما ينفعش اكون بحب نفسي وبقلل منها او بقلل من قيمتها او قدرها. ما ينفعش ان انا اكون بحب نفسي واجلد في ذاتي ودايما اهين نفسي او اشتم نفسي او اقول لها كلام سلبي، او ان انا ادخل في دماغي اصلا كلام سلبي. لا، هو المفروض ان الكلام السلبي يمر كده على دماغي من غير ما اقتنع بيه. ازاي من غير ما اقتنع بيه؟ من غير ما اصدقه واقتنع بيه واقوله لنفسي، لا، اقول ده كلام سلبي وهيمر، دي فترة وهتمر، مش المفروض خالص اقتنع بيه، مش المفروض خالص هصدقه. تمام. ما ينفعش اكون بحب نفسي وانا مش رحيمة بنفسي، وانا مثلا مش بعمل اللي نفسه بتحبه، وانا مثلا ما بريحش نفسي، بشوف اللي نفسي ازاي ترتاح واريحها، ايه اللي بتحبه واعمله، ايه مثلا اللي زي مثلا طفل شوف الطفل مثلا بيحب الالعاب جدا وكده، فاجيب له الالعاب ليه؟ علشان يتبسط. الطفل مثلا اشوف الاكل اللي بيحبه، اللي مثلا الحاجات اللي بيحبها اللي بيحب يشربها، فاعامل نفسي كطفلة، يعني احسس نفسي من جوه كده اني انا طفلة، اقول لنفسي انا طفلة. الطفلة دي محتاجة تدلل، محتاجة تدلعيها، تدلليها، تخافي عليها، تحضنيها، تقولي لها كلام حلو. فالحاجات دي مهمة جدا، عاملة زي البلسم كده، بلسم كده على النفس، بتحسسك قد ايه ان انت بتحبي نفسك، قد ايه ان نفسك عزيزة وغالية عليكي، مش مجرد نفس كده عادية، لأ،
مش مثلا زي اي حد كده بيقلل من نفسه، لا انتي نفسك غالية عليك. فالناس اصلا حتى يشوفوك يقولوا يا لهوي ده بتحب نفسها، ده شوف بتعمل ايه في نفسها، ده ازاي، شوفوا ازاي بتقدر نفسها، شوفوا ازاي مثلا بتلبس احسن حاجة، بتعمل احسن حاجة، بتخرج باحسن حاجة. وده ملوش علاقة بالفلوس على فكرة ولا الماركات، لأ، اني انا اهتم بنفسي بنظافتها، اني انا دايما اكون نظيفة من جوه ومن بره. دي حاجات مهمة جدا ودول على اني بحب نفسي وبدلع نفسي. فمهم جدا ان انا اشتغل على تقدير الذات، احترام الذات، عدم جلد الذات. الوم نفسي على حاجات انا ما عملتهاش او حاجات انا عملتها بس بشيء يقودني لقدام، يخليني مثلا اتوب من الحاجة دي، يخليني مثلا احقق الحاجة دي، يخليني مثلا اسعى لقدام. مش الجلد اللي هو يرجعني لورا، لا احنا مش عاوزين الجلد ده نهائي، اللي يرجعني لورا ويحبطني وقعدني مكاني، لا احنا مش عاوزين كده. ولو صاحبتك جاتلك وحكيت لك موقف هتقولي لها ايه؟ هتقولي لها ما تشيليش هم، ما تفكريش بالطريقه دي، ربنا هيحلها، اكيد ربنا مسامحك على اللي انت قلتيه، بس انت استغفري ربنا وتوبي. ده الكلام اللي انت هتقوليه لصاحبتك عشان تبقي صاحبه جدعه. فخليكي برضو جدعه مع نفسك وقولي الكلام ده لنفسك. ولازم ولا بد علشان تحبي نفسك لازم تبقي نفسك دي كويسة. ما هو طبيعي الإنسان بيكره نفسه ليه؟ بيكره نفسه علشان كسول، بيكره نفسه علشان أناني، بيكره نفسه عشان مثلا مش عارف يحقق الحاجة الفلانية، بيكره نفسه مثلا عشان غلط، بيكره نفسه على حاجات كتير. فانتي طبيعي لما تشوفي نفسك وحشة هتكرهيها، فانتي لأ، شوفي نفسك حلوة. وهتشوفها حلوة ازاي؟ هتشوفها حلوة لما فعلا تكون حلوة، لما نفسك تكون حلوة. لا انا طيبة حنينة، لا مثلا انا باخد بالي من نفسي، لا انا ريحتي دايما حلوة، لا انا لبسي دايما نظيف، لا انا اسلوبي كويس مع الناس، لا انا الناس كلها بتشهد لي ان اسلوبي كويس معاهم، لا مثلا انا حققت الحاجة الفلانية، انا وصلت للحلم الفلاني. فتبدأي ان انت ايه؟ ده انا عندي مميزات كتير جدا. فتبدأي الله ايه العسل ده، ده انا حلوة قوي، ده انا جميلة قوي من جوه ومن بره، ده انا استاهل كل خير. تبدأي تحبي نفسك. وده بينشأ بقى الحب من هنا، انك تشتغلي عليه. ما هو مش بيجي كده من الباب للطاق، لا انت لازم تشتغلي على شخصيتك من جوه ومن بره، ولبسك وريحتك ونظافتك واسلوبك وتفكيرك. فتبدأي ان انت تعجبي بتفكيرك، الله انا بفكر ايجابية، الله شخصيتي قوية وبعرف اجيب حقي، مش بالزعيق ولا بقلة الأدب، باحترام. الله ده أنا مثلا شكلي حلو، الله ده أنا ريحتي دايما نظيفة، الله ده صحابي كلهم بيشهدوا بأسلوبي كويس، الله. فتبدأي تقولي ويبقى عندك محاسن كتير وحاجات كتير حلوة، فتبدأي تحبي نفسك. وده كله جه منين؟ من شغلك انت عليها. انت عمالة بس تحسني من هنا ومن هنا ومن هنا وتشتغلي على نفسك. فأحسن استثمار تعمليه في نفسك هو انك تستثمري في نفسك وتحبي نفسك. اخر حاجة هكلمك فيها هو انك ما تستمديش قيمتك من اي حاجة مادية. بمعنى ايه؟ ما تستمديش قيمتك انت عندك ايه، ما تستمديش قيمتك عندك عربية ميل، ده انت ما تعرفيش ابويا مين ابن مين، لا. يعني حتى الرد على السؤال ده بيقولك مثلا انت ما تعرفيش ابويا مين، فالرد على السؤال ده بيقول ايوه انا عارفة ابوكي مين، بس انتي مين بقى؟ يعني احنا عارفين والدك مين، انتي مين؟ فعلا انتي مين؟ لازم تعرفينا بنفسك. فما تستمديش قيمتك من والدك، ما تستمديش قيمتك باللي عندك، ما تستمديش قيمتك بالعربية اللي عندك، بالحاجة اللي عندك، لا، ولا بالدنيا تماما. استمدي قيمتك بس بانك انسانة كويسة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعشان تشوفي نفسك حلوة، شوفي هل انتي إنسانة كويسة بتتمني الخير لغيرك، بتطيعي ربنا، بتتبعي الرسول صلى الله عليه وسلم، بتعملي كل الحاجات دي ولا لأ. وقتها فعلا تعرفي قيمة نفسك. وحتى ربنا كرمك وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فاستمدي قيمتك من ربنا، وخدي العزة دايما من ربنا، والنور والطاقة دايما من عند ربنا، واتبعي ربنا ورسوله. وعلشان ربنا يحبك وتحبي نفسك، حب ربنا واتبعيه، وانتي وقتها فعلا هتحبي نفسك. لما تحبي ربنا وتتبعيه، ربنا هيحببك في نفسك وهيحبب الناس فيك. وبس، دي كانت حلقتنا النهاردة. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله.
وهنتكلم بإذن الله الحلقات الجاية عن تقدير الذات واحترام الذات، وهنتكلم عن الذات شوية.